أنا الحكم العلام أنس هنا كنشوفوا عرفتش إذا الحكم يقول أن هناك لمسة يد وضربة جزاء، لمسة يد وضربة جزاء. عرفتش إعادة، نشوف إذا كان ممكن نشوف الإعادة مرة أخرى. وزهير نعيم أمام الشباك وأمام الحارس فهد الحمادي. نتابعوا ضربة الجزاء، ضربة جزاء ستنفذ عن طريق زهير نعيم. زهير نعيم في امتحان آخر على مستوى التهديف أمام فهد الحمادي. والهدف الأول لمغرب أتلتيكو تطوان عن طريق ضربة جزاء. ضربة جزاء تعطي الهدف الأول والعاشر لهداف الدوري المغربي زهير نعيم الذي يتربع على عرش الهدافين في البطولة الوطنية الاحترافية هذا الموسم. إذا هدف مقابل لا شيء. الكرة الثابتة التي كانت عن طريق ركلة الجزاء كانت هي الحل للمغرب التطواني. إذا هدف مقابل لا شيء. تتغير الأمور، تتغير الأمور. شوفوا الإعادة بطريقة جميلة نفذ زهير نعيم، والهدف الأول هدف مقابل لا شيء. هنا فرصة وهدف ربما مرفوض، غادي نشوفوا أو فرصة لصالح فريق المغرب التطواني. ما عرفتش واش هدف ام لا، لأني ما عرفتش، ربما هدف للصنهاجي ام لا، يعني كنتواجد فقط ما كنتواجدش في الملعب، ما عرفتش اش وقع. إذن الصفراء نعم بطاقة الصفراء الثانية، نعم بطاقة الصفراء الثانية. الصنهاجي عنده بطاقة صفراء، عنده بطاقة صفراء. يعني كنت كنظن ان هناك هدف. لاحظوا التمريرة جميلة. واش ما عرفتش الحكم واش اعلن على تسلل، ما عرفتش واش اعلن على تسلل ولا الهدف مشروع وخدا بطاقه صفراء. ما عرفتش شنو وقع بالضبط، غادي نشوفوا، لان الهدف يمكن مشروع ويمكن لما حيد القميص ديالو الصنهاجي عرف ان عنده بطاقه صفراء، والفرحه انسته ان لديه بطاقه. جديد محاولة أخرى. وكيلي كتلعب في الجهة اليمنى، البحثة العرضية كتلعب، فرصة زومانا كوني في آخر المطاف يسجل عن طريق العرضية. هدف الأول، الهدف الأول لفريق الحسنية. هدفان مقابل هدف، هدفان مقابل هدف. الماتوني مر الكرة وزومانا كوني يسجل الهدف الأول لفريق الحسنية. هدفان مقابل هدف الآن. إذن الجديد في المواجهة